السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد معانا. النهاردة هنعمل معاكم تحلية سريعة جدا وسهلة وبسيطة، وكمان مش هنحتاج فيها مواعين كتير. هي صينية واحدة هنعمل كل مقاديرنا فيها إن شاء الله. هبدأ معاكم بالمقادير. معايا 3 مجات حليب أو كوبايات، اللي تستخدمي أي معيار معاك، بس لازم كله يكون نفس المعيار. وكوباية ونص سكر، نص كوباية سمنة، ونص كوباية جوز هند، ومعايا فانيليا، ومعايا بيكنج باودر، ومعايا 6 بيضات. هبدأ أجيب الصينية بتاعتي، دي الصينية اللي هستخدمها معاكم النهاردة. هبدأ أجيب الصينية بتاعتي وهبدأ معاكم أول حاجة هحطها السمنة. السمنة ما تبقاش سايحة يا جماعة، تبقى بدرجة حرارة الغرفة، بتكون أظبط في الوصفة، يعني بتكون كويسة في الوصفة أحسن من اللي هي سايحة. بعد ما حطيت نص كوباية السمنة هنزل عليها بكوباية ونص سكر، وابدأ اقلبهم في بعض، ادمجهم في بعض كده. يعني انا مش عايزة ضرب في الوصفة خالص، يا دوب بدمج الحاجة مع بعضيها بس، مش اكتر، مش زي الكيكة اللي هي ضرب عشان محتاجينها ترتفع والكلام ده، لا. وهبدأ انزل بالست بيضات معايا. كده نزلت بالست بيضات، هبدأ ادمجهم مع السكر ونص كوباية السمنة اللي انا حطيتها. انا حطيت نص كوباية سمنة بلدي يا جماعة. بصراحة في وصفاتنا في الحلويات مفيش احسن من السمنة البلدي، بس انت المتوفر عندك هيمشي، مفيش حاجة تقول لا. هبدأ ادمجهم مع بعض كويس كده، مش ضرب، انا بمجرد بقلب بس وادمج وبدعك السكر والسمنة اللي عندي، هتبقى بالشكل ده. هبدأ احط معايا 3 ورقات فانيليا. عندك فانيليا سايلة هيمشي، اي حاجة هتمشي. الفانيليا عشان زفرة البيض مش اكتر. هحط 3 ورقات فانيليا، يبقى كده حطيت نص كوباية السمنة. تمشي خطوة خطوة معايا، يعني ما ينفعش تحطي حاجة قبل ما تجيش تحطي البيض ومش عارفة لا، هي خطوة خطوة زي ما انا عاملاها هتطلع مظبوطة معاكي وزي الفل. هتبدأ بنص كوباية السمنة، هتحط عليها كوباية ونص السكر والبيضات والفانيليا، وكده حطيت نص كوباية جوز الهند، نص كوباية جوز هند، وابدأ ادمجها معاهم برضو. هتمشي خطوة خطوة معايا زي كده، هتطلع مظبوطة معاكي. هي مش رح نحط بيض الأول ومش عارف، لا، نفس الخطوات بالظبط. السمنة، السكر، البيض، وحطيت فانيليا، وحطيت جوز الهند دلوقتي، وبدمجهم. يعني كل ما بحط مقدار بدخلهم ببعض كده، بدمجهم مع بعض، مش عايزة اضرب انا. وبعد كده هحط ربع معلقة بيكنج باودر، ربع معلقة مش اكتر. هدمجها معاهم. وبعد كده هحط معلقة خل، معلقة صغيرة يا جماعة مش كبيرة، معلقة صغيرة بس هحطها. هدمجها معاهم. واخر حاجة هنزل بالحليب بتاعي. معايا 3 مجات حليب. المقادير اللي مديها لكم دي مظبوطة على التكة، والسكر حسب الرغبة. لو انت اللي بيعمل حابب السكر زيادة ممكن يحط كوبايتين، لا بيحبها انقص من كده يعمل كوباية واحدة. السكر ده حسب الطلب. هبدأ انزل بكوباية كوباية حليب، وكل ما احط كوباية ادمجها مع بعض. نحطش الحليب كله مرة واحدة، لا، بحط كوباية كوباية وادمج زي كده. تمام. هبدأ انزل بالكوباية التانية. اهو ادي نزلت معاكم بالكوباية التانية، وابدأ ادمج برضو لغاية ما تدمج معايا لما انزل بالكوباية التالتة.
انا بدمج بس مش بضرب، مش عايزة ضرب زي البيض اللي هو بخفق جامد لا، انا يا دوبك بخليهم يتجانسوا مع بعض مش اكتر. هحط الكوباية المج التالت معايا اهو، هنزل وادمج على طول واقلب مع بعض لغاية ما يتجانسوا كلهم مع بعض. ويكون انا مشغله الفرن من قبل ما ابدا في مقاديري، هيكون انا مشغله الفرن سخنه، يعني هتكون سخنه معايا. الوصفه دي يا جماعه مش هتاخد معايا اكتر من تلت ساعه، 5 دقايق تحضير الصينيه، وهي في الفرن بتاخد ربع ساعه مش اكتر، وبتستوي. وصفة سهلة جدا وسريعة، يعني لو ضيف جاكي على غفلة ما تاخدش وقت معاكي. سهلة جدا وسريعة وفي نفس الوقت بسيطة وحلوة جدا، جربوها هتعجبكم إن شاء الله. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. بس كده بعد ما خليتهم يتجانسوا مع بعض وبقوا زي الفل، أبدأ أمسح أي زوايد في الصينية عشان ما تتحرقش معايا، عشان ده بيض ولبن كده ممكن تحرق حاشة الصينية يعني. هبدأ أشيل أي زوايد على الصينية من فوق. ويكون مشغلة الفرن، ويكون الفرن سخنة معايا، وهحط فيها الصينية. مفيش أسهل من كده، حلو يعني بصراحة. صينية واحدة. ما نقولكم ما تنسوش اللايك يا جماعة. سهل جدا وسريع وبسيط. المقادير بتاعته في كل بيت يعني. هنحط الصينية في الفرن، هترجع معايا بالشكل ده، هتاخد وش معايا وتبقى جميلة بالشكل ده. لو عندك جوز هند او شوية مكسرات عايزة تعلي التست من فوق وتحطيهم، ما فيش مانع. انا بعملها كده، واحيانا بحط جوز هند بس. وهسيبها بعد ما اطلعها، اسيبها تبرد. اسيبها تبرد حوالي ساعة ولا نص ساعة عشان تبقى متماسكة كده. هي لو عايزة تقطعيها وتحطيها قطع ماشي، لو عايزة تاكليها وهي في الصينية كده بالمعلقة عادي، مش هتقول لا. نقطعها قطع بالمنظر ده. هي ما بتبقاش عالية يا جماعة، لان هي اصلا بيض وجوز هند وسمنة، يعني ما فيهاش دقيق، ما فيهاش اي مواد دقيق ولا الكلام ده، ولا سميد ولا اي حاجة. هو بيض ولبن وسكر وبس كده. مهم. طعمها تحفة تحفة بصراحة. واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.